لما اتكلم عن نرجسي اكثر سؤال يتم توجيهه واذا كان النرجسي احد الاقرباء، يعني ام، اب، اخ، اخت. طبعا الامر ما هو مستحيل، صعب صح، ولكن لازم يصير، لان انت رقم واحد في حياتك، فبالتالي اللي يحبونك ما يأذونك، صح؟ وخاصة لما يكونون أقرباء. زائد أن مسألة صلة الرحم يجب أن يكون أساسا الجهد عليهم مضاعف في حمايتك، ومسؤوليتهم راحتك، فبالتالي إذا نقضوا هذا العهد بينك وبينهم فبالتالي أنت موكل بحماية نفسك حتى لو منهم. طبعا يختلف عن النرجسي الغريب. النرجسي الغريب لا تأخذكم بهم رأفة، ولكن الأقرباء ممكن ما أذيهم، أسحب نفسي وأروح. هذا أبسط شيء تجاه نفسي. ومو بس أقطع التعامل معاهم، ما أتعامل حتى مع اللي يتعاملون معاهم علشان ما يكونوا وسطاء بيني وبينهم. إذا أنت تسعى للحل فعلا فيجب أن توقف التعامل نهائيا معاهم ومع حتى من يتعاملون معهم، علشان بعدين يقولون مثلا قول حق